السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور عمرو جمال جندية، استشاري مدرس جراحة العظام جامعة عين شمس، وطبيب النادي الأهلي لفرق الناشئين لكرة اليد. الحقيقة من خلال شغلي ومن خلال اللعيبة عندنا في النادي بنتعرض لإصابات كتير قوي في الكتف، بالذات في الأوفر هيد أثليتس أو الرياضات اللي بتحتاج إن المريض يرفع ايده بهذا الشكل، زي الهاندبول، زي الباسكت بول، زي الطايره، زي الووتر بولو، زي السباحه. والحقيقه الكتف بيتعرض لاصابات كتيره قوي، في اصابات منها بتبقى متكرره وعلاجها تحفظي، زي اصابات البايسبس تندون او السلاب ليجن اللي هي اصابات في الوتر، العضله ذات الراسين اللي بيعدي جوه الكتف. احيانا كتير بيحصل فيه مشاكل نتيجه تكرار رفع الايد فوق مستوى الراس. المستوى الاعلى شويه ان احنا نشوف مشاكل خلع الكتف، ودي برضو بتيجي كتير في الهاندبول واي اوفر هيد اثليتس، عشان رفعه الايد دي هو ده الوضع اللي ممكن يخلع الكتف. فلو صاحبه كمان ان فيه مقاومه او حاجه بترجع الكتف زياده، ده بيؤدي لخلع الكتف. والحقيقه خلع الكتف بالذات من المشاكل اللي مشكلتها الكبيره ان بيحصل فيها ريكارنس او ارتجاع، بمعنى ان المريض اللي بيجي له خلع في الكتف تحت سن ال20، نسبه الريكارنس او نسبه ان يحصل له خلع مره ثانيه طول حياته بتوصل لحد 90%. عشان كده خلع الكتف ده من التوبكس اللي بتاخد مكان كبير جدا في طرق علاجها، لدرجه ان احنا بقينا نفكر ان احنا بنعالج الفيرست تايم ديسلوكيتورز، او ان ممكن المريض يخلع مره واحده واعمل له تدخل جراحي، مش هستنى انه يتخلع تاني. ان شاء الله المره الجايه هنقول لكم الطرق المختلفه لعلاج الريكارنت شولدر ديسلوكيشن او تكرار خلع الكتف.